السلام عليكم. طبعا أنا هي ضحية غالب القاضي اللي تزوجني بالخداع وبالظلم. طبعا أنا بنت عمري 18 سنة يتيمة الأب. كان معي أخ واحد الله يرحمه جاء أجله ومات. فجاء غالب القاضي صلح لنا قبر أخي بعد وفاة أخي. ما كنا نعرف غالب القاضي إلا من عبر الجيران. كلموا وجاء صلح قبر أخي وهذا، ودرينا وقتها انه يعني فاعل خير لانه ما كناش نعرفه من قبل. درينا انه فاعل خير بعد ما صلح قبر اخي راح بعد حاله، واحنا حين احنا مكارف لحالنا. احنا كنا معتمدات على اخي في ايجار وفي كل شيء. تراكم علينا ايجار البيت بعد اخي. فجلس فترة واتصل بنا غالب القاضي بيسأل كيف احوالنا من بعد وفاة اخي وكيف. قلنا له والله ان الحال يرثالها وانه الحمد لله تراكمت علينا ايجار البيت. قال بدل ما انت جالسة هناك وصاحب البيت عيخرج كان ومدري وش، ايش رايك نجلكن في الحديدة؟ لانه مكان عملي في الحديدة ما شافهم شفلتكن. ابصر لكن بيتنا على نظري يقع رخيص وانا اسجلكن فيه منظمات خيرية وكمان في السلات الغذائية حقي. فرحنا قلنا حلق لقيت عند قال انا غير بيت رخيص. قالوا عبسر لي وظيفة الحين هو في الحديدة يعني مكان عمل وهكذا. عبسر لي وظيفة واشتغل هناك في الحديدة. قلنا تمام. جلس هكذا يومين واتصلنا قال قد لقيت لكن بيت بحدود 20,000 مع الماء والكهرباء. فرحنا قوي. قال وانتي بشوف لش وظيفة تشتغلي وكمان بسجلكن في المنظمات الخيرية وفي السلات الغذائية حقي وما شافكن شفلتكن قد انتي بنتي وهذيك اختي. قلنا سابر جزاه الله خير. قلنا طيب. قال خلاص احنا بعد تحركوا. قلنا ان شاء الله خلينا بس نبيع حقنا المجلس بحق النقل نقول للحديدة. قال ما عليكن الإيجار أنا قديت لكن مقدم حق 3 أشهر وحق النقل علي لا تهمناش. أنا قد بنفعل خير مع الناس كلهم ما بحنا بشبكن. قلنا جزاه الله خير. بكرنا اليوم الثاني بزينا عفشنا وتوكلنا على الله. قلنا يعني عن وصلنا بيتنا قد البيت جاهز. قال جاهز وديت له مقدم حق 3 أشهر مع الباقي اللي تدخلن بيتكن والباقي علي. أنا عاد أسجلكن في منظمات خيرية وفي السلات الغذائية حقي وشبسلش وظيفة واشتغلتي وعشتي وأنا ما شاكن شفلتكن. قلنا يلا جزاه الله خير وفرحنا من البهذل في صنعاء. يعني ما لقينا لنا لا رضي صاحب البيت يصبر علينا بالإيجار ولا شيء نتراكم علينا الإيجار. توكلنا الحديدة واحنا قد احنا يعني واثقين برجل الخير غالب القاضي انه يعني رجل خير ودين ويفعل معنا المستحيل مثل ما يفعل مع الفقراء المحتاجين الثانيين. لو ما وصلنا الحديدة وصلنا الليل. وصلنا قلنا يلا بنتوكل للبيت. قال ما عليكن هذا الساعة ما يصلحش نسير البيت هذا الوقت لأن عاد الكهرباء بيصلحوها. قلنا اوكي. قال معي أنا غرفة وحمام منعزل صانكم الله وعز قدركم. معي أنا غرفة وحمام منعزلة خذوا عفشكم لا بينها وجلست من الصباح والصباح نقولكم لا بيتكم. أمد لو ما ننظفه ونجهزه. قلنا ترى قد نسوي مقام أبي ويلا وفاعل خير. بزينا عفشنا ودخلنا غرفة الحمام المنعزل الذي عنده صانكم الله. والصباح قلنا يلا بنتحرك البيت. قال اعذروني جت لي حالة سرطانية طارئة في حجة. يعني واحد في السرطان حالة طارئة بيصير يشوفه. قال ضروري يصير الآن فسوي مقابلة معه. قلنا وكيف مشان البيت؟ قال برجع في نفس اليوم يعني مغرب وأنا هنا أنا أصوره هذا واجي. قلنا طيب. رجع قال شوفين أنا مصور حقي بصراحة ما خليته يجي حين أنتن في البيت هنا ما يصبرش يعني حين أنتن مكالف خليته يرحب لكن أنتن بتفعلن خير وتصورني قد أنتن تكسب لكن أجر. قلنا يلا إنسان قد فعل معنا خير وفعل معنا هذا المعروف واستأجر لنا البيت هذا بنرد لها الجميع. يا رعلا قد زي أبي مش مشكلة. رحت أنا وأمي معه لا حجة على أساس نصور الحالة وحين نرجع بنرجع للبيت حقنا. لو ما وصلنا لحجة شفناها عبر من حجها ما وقفش. قلنا لو وصلنا حجها أني عتصير. قال الحالة نقلوها لها صنعاء وندري ويش. قلنا يلا بالخير. قال خلاص قال انت معي قد انت في الطريق خلنا نواصل. كم ما قد هذا كملنا ونرجع في نفس اليوم لا تقلقنش.
قلنا سافر خيرة الله، قد احنا في الطريق. وصلنا صنعاء العشية الساعة على ما أظن 9. لو ما قدحنا في صنعاء قلب هذا الخبر، هذا كله انقلب. قال الحين قد انتن في صنعاء، قد انتن في بلادكن. عذرا اني انا ما بقدرش اتكفل فيكن وانا ما اعرفكن ولا اصرفكن ولا شيء. ايش يقولوا الناس علي؟ قلت يا ابن الناس يعني ايش اديتن لهنا على اساس ايش؟ قال اديتكن لهنا. انا بصراحة عاد انا فكرت في الموضوع انه كيف اتكفل فيكن وانا ما اعرفكنش. ايش يقولوا علي الناس؟ عاد انا غير فكرت ذا الحين. قلنا له كيف تدينا لهنا وتفعل بنا هكذا قال والله اعذرني ما بش معي حل الا انه يا نزلتن في بلادكن او حل ثاني ان انتي تتزوجيني اللي هي انا اللي انا بمقام بنته. يا نزلتن بلاد قد انتن في بلادكن يا نزلتن لكن هنيه او ان انتي تتزوجيني. قلنا غيرت الله كيف بطايقنا وعفشنا وكل شي عنده في الحديدة. احنا في صنعاء قد الدنيا ليل، لا معنا لا ملجأ ولا مسكن ولا صديق ولا قريب. قلنا كيف نفعل؟ يعني كيف تدينا لهانا وتكذب علينا وكيف تخلينا نجي للحديدة أساسا وتكذب علينا؟ رجع قال والله أنا ما أقدر. أنا عاد أنا غير فكرت ذا الحين بالموضوع إنه كيف أتكفل فيك. قلنا ما عاد تكفل شيء، أنت عاد دخلنا البيت عاد تفسدي وظيفة وش أكون أشتغل أنا على نفسي. قال والله أعذرني ما بقدرش، والله ما معاكن إلا حل واحد إنه يا تتزوجيني يا نزلتين بنت في بلادك. ومسكنا باليد الذي توجعنا مكالف آخر الليل في الشارع وجوارع صنعاء لحالنا. ايش عيون الناس علينا؟ قلنا خيرة الله قدر الله ما شاء فعل. بتزوجوا ولا البهذل انت بهذل انا وامي عجوزة كبيرة في السن في الشوارع ومكلف وحيدة في الشارع. قلت يلا وافقت ان انا اتزوجه. قال لي كان بشرط ما بش معي لا شرط ولا مهر ولا معي حتى حق محبس ولا دبله، ما معي الا حق الامين الشرعي. قلنا وكيف؟ قال خلاص. قلنا قدر الله ما شاء فعل، توكلنا على الله وافقت اني تزوجته بلاش. صرنا بنفس الوقت خلى المصور حقه صدام الدوح، لانه انا على ما قلت لكم اني يتيمة الاب وما بش معي اخوه الله يرحمه اخي مات وما بش معي عمو، وخلى صدام المصور حقه صدام الدوح اللي بيصوره اتصل له وخلاه يجي اوكله بنفس اليوم بنفس الوقت. عقدنا خلاه انه يجي على سبيل اني اوكله بعقد الزواج حقي، لانه ما بش معي انا اخ اوكله. وكلت صدام وودانا لعند الامين الشرعي ورحنا في نفس الوقت. وكلت صدام وعقد لنا صدام من فيه. والشهود يحيى القاضي ابن عمه ويحيى كمان الثاني هو القاضي ابن عمه عيال عمه الاثنين الشهود الذي شهدوا. ويلا كملنا وعقدنا ورجعنا الحديدة بنفس اليوم. روحنا الحديدة بنفس اليوم على أساس إنه عيلة رجعنا البيت الذي اتفقنا عليه اللي 20. لو ما قدحنا في الحديدة قلنا خلاص بان نقول الآن ما عاد بان ننتظرش. قال ما عاد 6 شهور أصحاب البيت هذا الذي ب20,000 ما عاد 6 شهور ويهم، لكن ما دام قد انتي مرتي أنا عاد أستأجر لك انتي الشقة الذي جنبي. طبعا أنا متخيل الشقة هذه اللي عايز تأجرها وحكى الشقة مدخلهن واحد. قلنا تمام. بعد ما استأجرها وسكننا بعد زواجنا بكم يوم استأجرها وما عاد سديتش أنا وياه من كثر الأهان والضرب. حنكت وجلست أتابع إنه ما بش فايدة بعده ما بش أمل. يعني شرد بنا في الحديدة آخر حاجة أنا تعبت. قدمت شكوى لقسم 7 يوليو. والله كانوا يفعلوا جهدهم لكن المشكلة إنه قلت كان يهرب ما كان شي يواجه كان يهرب. لا مرة جو يدوروا على ما لقوا لا باصة هو مخباه في الشقة وكان يجاوبهم صدام الدوح كان يقول ما بحدوا. بزوا الباص حقه حجزوه يمكن أسبوع وهو محجوز عندهم في قسم 7 يوليو. ورجعوا خرجوه مقابل أنا أتنازل يعني عن القضية مقابل طلاقي. وأنا تنازلت على القضية هذه على سبب طلاقي وخليته يطلق وطلقني مقابل إني أخرج باصة. ورغم إن أنا واحم بابنه حامل بابنه شرد بنا وذي الحين مشردتنا أمي في صنعاء. عفشنا في الحديدة طبعا صاحب البيت الذي في الحديدة هو صاحبه واتفق هو وياه أنهم يخرجونا من البيت وصاحب البيت قال ما بالله نخرج من البيت اللي في الحديدة.
آخر حاجة قلنا خلاص بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت اللي في الحديدة ب150,000 على أساس نجي صنعاء ندور بيت. جينا صنعاء وإنهم يشتوا 3 أشهر مقدم وأقل بيت ب40,000 ويشتوا ضمانة تجاري وإحنا ما بش معانا ضمانة تجارية. قلت لنا هنا بانوا في شهر في صنعاء وجالسات في فندق بندور بيت ما لقينا. شو قلت لنا ذا الحين في صنعاء بانوا في شهر لا لقينا بيت ولا شي. وصاحب البيت الذي بالحديدة حجز عفشنا وغلق علينا الشقة. ذا احنا الشقة مغلقة والعفش حقنا محجوز لو ما ندي إيجار وحق الماء والكهرباء. وأنا وأمي ذا الحين مشردات في صنعاء بين فندق عايشات ومشردات، رغم إنه قد بيعنا نص عفشنا، بيعنا دبة الغاز، الطاقة الشمسية، المجلس، وآخر حاجة بعنا في صنعاء تلفوني. دحين اللي استخدم تلفون أخي بعت تلفوني على سبب علاج أمي وإيجار الفندق. دحين إحنا مشردات أنا وأمي وكل بسبب غالب القاضي. وما عاد خلينا مكتب عقارات في صنعاء ما قد دورنا عندهم كلهم يشتوا ضمانة تجارية ومقدم. وإحنا من لنا نقل العفش أقل شي له صنعاء ب80,000 دول إيجار يشتوا مقدم حق 3 أشهر. إحنا من لنا ما قد خلينا مكتب. هبط ابني هبط الجنين عليا من كثر السير والجاي، ومعي أمي مريضة من مستشفى لا مستشفى. وهذا قصتي مع غالب القاضي الذي شرد بنا وبهذا البناء، والمكلف مكلف الجميع.